يعني قتلوا املي، ربنا يقتل املهم. السلام عليكم. عمرو أديب يفقد عقله على المباشر بعد هزيمة الزمالك من سولارا الجيبوتي في الدور التمهيدي من الكونفدرالية، ويهاجم الحكم الجابوني بسبب النادي الأهلي ويسخر من خالد بيبو. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد هزيمة الزمالك في ذهاب الدور التمهيدي من سولارا الجيبوتي بهدفين مقابل لا شيء، فقد صرح عمرو أديب وقال: كل الزملكاوية امبارح كانوا فرحانين وشمتانين في النادي الأهلي إنه خسر السوبر الإفريقي. أهو الزمالك خسر النهارده من فريق اسمه سولار الجيبوتي وخسر 2-0. عشان الزمالك يتأهل لازم يفوز 3-0 على الفرقة ديت. وأنا بقول لكم من دلوقتي الزمالك هيودع بدر الكونفدرالية. والله إحنا لو جبنا فرقة بتلعب دورة رمضانية هتفوز على الفرقة بتاعت سولار الجيبوتي. الزمالك عزبة واتنهبت واتخربت خلاص، والسبب مرتضى منصور وعياله. وانا بقول للزملكاوية ما تستنوش اي حاجة من الزمالك خلال الموسم الحالي، لان الزمالك هيطلع من كل البطولات والله وهينافس على الهبوط. ده احنا ما جبناش ولا صفقة. وامبارح شفنا الحكم الفاجر الجابوني اللي خسر الاهلي بفعل فاعل. ده الكورة ما اتلعبتش دقيقتين على بعض، وفرقة الجزائر كانت بتضيع في الوقت. عملوا إحصائية لل100 دقيقة اللي اتلعبت بالوقت الضايع، اتلعب منها 64 دقيقة بس، والباقي كله فرقة الجزائر عمالة تضيع في الوقت. وخالد بيبو اللي ماسك مدير الكورة في النادي الأهلي قاعد على الدكة ما بيعملش أي حاجة، ولا بيحتج ولا بيروح للحكم يزعق له زي ما كان سيد عبد الحفيظ بيعمل. محتاج واحد زي سيد عبد الحفيظ يحمي حقوق النادي الأهلي ويخوف الحكام، ودي كانت أكتر ميزة سيد عبد الحفيظ بيعملها. أما اللي أنا شايفه من خالد بيبو زي شاهد ما شافش اي حاجه، قاعد وبس على الدكه، ناقص حد يجيب له كوبايتين شاي. افضل قرار للمحمود الخطيب يعمله انه يرجع سيد عبد الحفيظ ويمشي خالد بيبو فورا، لانه مش هينفع مع التحكيم الافريقي الزباله اللي احنا بنشوفه دوت. وفي النهايه لو انت محب للنادي الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.